مساء الخير. واحد قريبي ومراته ما بقالوش 6 شهور متجوز، وكانوا عندنا من فترة. وطول ما هو قاعد كان عمال يبصلها ويضحك ويتكلم عنها ويقول ربنا يبارك لها وربنا يصلح حالها. وطول القعدة عمال بيمدح فيها ويشكر في أخلاقها ويرفع من مقامها. خدته على جنب كده وقعدت معاه، قلت له يا عم قاعد عمال تشكر في مراتك وتقول عليها اللي هي غالية وطيبة، انت خايف منها ولا ايه؟ وبعدين انت مش كنت بتحب واحدة تانية قبلها؟ ولما فركشت قلت عمرك ما هتحب حد تاني؟ قال لي والله كنت مغفل. مين قالك ان الانسان مش هيعرف يحب مرة تانية؟ تصدق بالله ان ربنا عوضني بواحدة تتحط على الجرح يطيب، ومحترماني وصيناني وشايلاني فوق دماغها. بلسم بلسم يا عم، والله حسيت انها زي المغناطيس عمالة تشد قلبي ناحيتها، لحد ما وقعت على ملا وشي ومحدش سمع عليا. بتفهمني من نظرة واحدة. كانت بتحبني زمان وانا ولا هنا. الست اللي قاعدة برا ديت انا ندمان ان معرفتهاش من زمان، والحمد لله ان انا خسرت اللي قبلها عشان اتعرف عليها هي. كل يوم بحمد ربنا انه ربنا خلاني اخسر ديت وعوضني بست البنات. اللي قال الحب مرة واحدة في العمر بس ده ما يعرفش حاجة. الحب بيجي بالمودة والرحمة. النبي كان متجوز السيدة خديجة وبكى يوم موتها، وكنا بنقول مش هيحب تاني، واتسمى العام اللي هي ماتت فيه بعام الحزن. وبعد كده ربنا عوضه بالسيدة عائشة وحبها أكتر واحدة في الدنيا،